ديري حفظ الفيديو تاع اليوم راح تحتاجيه النهارات الجايين. صحة عواشركم، اليوم جيتكم انجح وصفة تاع لاباط فيتي، راح تنجحوا فيها من اول تجربة ونتحداكم فيها. في جفنة تاخذي لي كيلو تاع فرينة، نحيلو حفنة صغيرة برك، ديري عليها كيما شفتوا في الفيديو 20 غرام تاع الملح، مغرفة كبيرة تاع السكر، وزيدي عليها 2 مغارف كبار تاع الخل مع نص كاس تاع الزيت، وطميهم بماء يكون بارد حتى تحصلي على عجينه يابسه. الخل الخدمه تاعو في بلاصه الماده الحافظه باش يحافظ لك على لاباط فيتي تاعك، وفي نفس الوقت يعطيها خفه على الداخل. وبيان سور ما نساوش زبده التوريق تكوني حليتيها كيما راكي تشوفي على شكل مستطيل. صح، لاباط تاعك ثاني بعد ما تكون ارتاحت لك نص ساعه تحليها مستطيل وتحطي زبده التوريق في الوسط كيما راكي تشوفي. تحبي تستعملي هذه الطريقه كيما انا، تحبي ديريها على شكل تاع انفلوب يعني كيما حبيتي. صح، دونك تعاوني روحك توجور بالحلال، ماذا بكم الحلال تاعك يكون صحيح شويه لانه راح تحتاج شويه تعب، ولكن ماشي في الخساره، النتيجه تاعها بزاف هايله وراح تعجبكم وتولي تقولي ما تعبتش عليها في باطل. في كل مره نستعينوا بالفارينه رشيها باش ما تلصقلكش في بلون دو ترافاي تاعك. تقولي وعلاش فتحتيها في الطروف؟ فتحتها لانه على بالنا الهواء يتلم لنا في لي كوتي من بعد تطرطق لك لاباط. على هذيك انا في الاول والتور دوزيام اللي حليت لها على لاباط تاعنا. في كل مره ندير دوبل تور ونحي الفارينه الزايده هذيك، زدت حليتها في هذا التور من بعد ما زدت حليتها كامل. درت انايا 3 تور دوبلي في التور الكاتريام اللي طويتها. وفي كل مره ما تروحيش تحرقي لي التورق وانت تضغطي مليح بالحلال تاعك، وانما ادي ومن بعد عاودي ولي. شوفي هنايا راني درت اخر تور ليها وشوفوا لي النتيجه ما شاء الله، خرجت لي مورقه على حبه. اكو حابين تزيدوا تعرفوا على اسرار النجاح تاعها، ما عليكم غير تتبعوا الفيديو اللي